حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده عملنا كشري لذيذ من البدايه للنهايه بكل تكاته وحركاته. تعالوا نشوف الطريقه والمقادير ازاي طلع معانا بالجمال ده. وقبل ما نبدا الفيديو يا ريت تعملوا لايك وكومنت حلو زيكم كده عشان كانت تفضل مستمره. تعالوا نشوف الطريقه والمقادير. هنعمل احلى كشري النهارده. طريقته ايه؟ هنا معايا كوبايه عدس اسود. حطيت هنا ميه دي سخنه، فلازم نبل العدس في الاول قبل ما نستخدمه. حطيته في ميه سخنه وهنسيبه لغايه ما نخلص البصله بتاعتنا. هنشوف هنعمل ايه في كوبايه العدس دي. ماشي. فانا حطيت كوبايه العدس في ميه سخنه، وهنا وهسيبها لغايه ما احس ان قوامها زاد عن ما انا حطاها. يبقى هنا كوبايه عدس. هنا معايا 3 بصلات كبار. ال3 بصلات دول اقطعهم شرايح كده رقيقه. انا خليت واحده علشان اوريها لكم هقطعها ازاي. نقسم البصل يبقى نغسله كويس وهو كده، وننشف كويس من الميه. ماشي. اقسمها نصين كده البصلايه واعملها كده شرايح كده رقيقه. لازم نحوش كل واحده عن التانية كده. بصوا، يعني بعد ما اقطعها اعملها كده فاخلصهم كلهم بنفس الطريقه. بيبقى رقيق، ما يبقاش سميك يا بنات علشان يتحمر معايا كويس. اهو لازم نحوشهم بعد بعض كده. ماشي. هعمل ايه دلوقتي؟ حطيت له كل بصلايه معلقه كبيره ونص دقيق. يبقى كل بصلايه نحط لها معلقه كبيره ونص دقيق، ونقلبهم كلهم في بعض كده. اهو نغلف الدقيق بالبصل. ماشي. ده البصل وهنجليه دلوقتي. هجيب زيت وهجليه معاه. هنا معايا ايه؟ معايا الحمص ده يا بنات الناشف. الحمص الناشف ده بجيبه من الليل، احطه في ميه سخنه واسيبه لتاني يوم. تاني يوم اعمل ايه؟ احطه على البوتاجاز، اغسل من الميه اللي انا بيته بيها واملاه ميه تاني واحطه على البوتاجاز. واول ما يستوي احط له الملح. ده الحمص اللي بنحطه على الكشري. شوفوا تاني يوم لما بيزيد ازاي. تبليه من الليل، لازم يتبل من الليل. وعامله طريقته على القناه بتاعتي. وتاني يوم بكب ميته وبحط له ملح وبسيبه يستوي. ده اللي بنحطه كده كزينه على الكشري. يبقى انا هنا حطيت كوبايه عدس وسبتها في ميه سخنه، وقطعت ال3 بصلات بتاعتي. كل بصلايه حط لها معلقه كبيره ونص دقيق. هقطعهم بعد كده نشوف هنعمل ايه فيه. وده هسيبه على البوتاجاز لما يستوي. يا بنات انا غلفت البصل بتاعي كده. بص، لازم كل واحده بعيد عن التانية. ماشي. وهعمل ايه؟ ما يبقاش فيه دقيق خالص كده، متغلف البصل بس. والزيت يبقى غزير وسخن. لازم يبقى غزير الزيت وسخن. ويا ريت تعملوا في حاجه جريل صغيره او حله صغيره علشان ما ترموش الزيت. بس انا عشان هستخدم كذا حاجه فعملت في دي. انزل بيه كده. ادخل فيه على طول، تقلب فيه كده لغايه ما لونه يبقى ذهبي لذيذ. نطلعه نصفيه كويس ونحطه على مناديل مطبخ. هخلص الكميه كلها وهرجع لك. ما نحطش كل الكميه علشان مش عايزاه يلزق في بعض. هو مش هيلزق علشان ان احنا مغلفينه بدقيق. يبقى انا هجلي فيه كده لغايه ما لونه يبقى ذهبي لذيذ. هحط جزء، ما احطوش كله مره واحده. واطلع واصفيه كويس واحطه على مناديل مطبخ. وبعد كده نشوف هنعمل ايه تاني بالزيت اللذيذ بتاعنا ده. اهي بنات البصله فظيعه تحفه بجد، لونها خطير. بس انا الاضاءه عندي النهارده مش مظبطه. النور قاطع وانا عامله كهرباء عاديه كده، بس مش منوره لي النور كويس. وحتى الاضاءه بتاعت الموبايل مش حلوه، فعشان كده طالعه لونها غامق. لكن هي بامانه فاتحه ولذيذه خالص. ممكن تعملوا كميه البصل دي وتشيلوها في الفريزر وتطلعوا منها. هي مش بتجمد ومش بتلزق في بعض، بتبقى خطيره. تزينوا بيها بيتزا، تعملوا بيها سندوتشات تحفه بجد في الصيام. دول 3 بصلات متوسطين. عملنا البصله وحطينا عليها مناديل علشان وهنعمل العيش المجرمش بتاع الكشري اللي بيتباع معاه. ممكن تجلوا عيش عادي، تجلوا العيش بتاع المخبز عادي، بس انا بحسه بيبقى منشف شويه، مش بيتجرجش زي بيبقى. بصوا ده بيبقى احسن كمان من اللي بنشتريه مع الكشري. العيش اللي بيبقى حلو ده لذيذ. هنا معايا معلقه سمسم صغيره، معلقه زعتر صغيره، ربع معلقه ملح، نص معلقه شطه، ده اختياري بس بتبقى لذيذه. نص معلقه كمون او اكتر من نص شويه كمون.
وكوبايه دقيق. انا الكميه مش هعمل كتير، انتوا حابين تعملوا كتير زودوا الكميه. هنا هنشوف هتاخد قد ايه ميه. انا جايبه كوبايه ميه هحط منها جزء واشوف هتاخد قد ايه. العجينه بتبقى زي عجينه عيش التورتيلا، انا عاملاها عندكم على القناه بتاعتي. اهي يا بنات عجناها كده، بصوا تبقى عجينتها ماسكه كده. ماشي، هريحها دقيقتين بس وهفردها. خدت نص كوبايه الميه على حسب نوع الدقيق، ما نحطش ميه كتير، نحط جزء لغايه ما تتلم معنا العجينه وتبقى كده. ماشي، انا خدت نص كوبايه ميه. رشه دقيق كده ونفردها. حاول نرجع يا بنات، نخليها رقيقه، ولو لقيتوها هتلزق معاكم ترش رشه دقيق. اهي يا بنات فردتها وقطعها عادي الاحجام اللي انا عايزاها سمبوكسات، عايزاها مربعه، اي حجم انت عايزاه قطعيه. مش عارفه واضح لكم كده ولا لا؟ بجد بيبقى طعمه لذيذ العيش ده، بامانه خطير. انضف لاي حاجه تعمليها في البيت، انضف واحسن من بره كتير واوفر كمان. بس هتتعب شويه في المطبخ، بس هتعملوا حاجه لذيذه. بصوا سمكه يبقى زي كده. ماشي، وتقطعوها الاحجام اللي انتوا عايزينها، مثلثات، مربعات، على حسب ما انتوا تحبوا. بس سمكه هيبقى كده، ما يبقاش اتخن من كده. هخلصهم كل مره. نفس الزيت اللذيذ بتاع البصله ده نحط فيه العيش بتاعنا اللي احنا عملناه. بصوا شايفين الزيت ده هنستخدمه في حاجات كتيره يا بنات. الكشري كله هنستخدمه بالزيت اللذيذ ده. يبقى احنا جلينا البصله وبنجلي العيش. شايفين بينفخ ازاي؟ يعني انت ممكن تعملوهم زي مجرمشيه العيش ده وتتسلوا بيه من غير كشري ولا حاجه. شايفين شكله؟ هخلصهم كلهم، بس لازم كل واحده بعيد عن التانية، والزيت يبقى سخن والزيت غزير. خلصهم كلهم وارجع. سامعين يا بنات؟ العيش ده بجد بيبقى مقرمشات لذيذه في اي وقت، مش لازم الكشري. ممكن تحطوا لها اي نوع توابل. احنا جليناها بكن البصل اللي احنا حمرناه، فريحته بجد تحفه. يا ريت اقدر اوصل لكم الريحه. كل ده بكوبايه دقيق بس. تعالوا نشوف باقي الكشري بتاعنا هنعمل ايه. هنا يا بنات انا هعمل كوبايه شعريه. اول ما تحمر هعمل ايه؟ هنزل بكوبايتين رز. يعني انا هحمر كوبايه الشعريه في الاول، وحطيت زيت من الزيت بتاع البصله الخطير بتاعنا. كل الكشري بتاعنا هنستخدم فيه زيت البصل اللي احنا جلينا فيه في الاول. يبقى انا حطيت كوبايه شعريه، اول ما تدي لون ذهبي هنزل عليها بكوبايه الرز. الكاميرا انا فاكراها شغاله، كانت فاصله معايا وانا بحط الرز. يبقى احنا اول ما خلينا الشعريه بتاعتنا بقت اللون ده. شايفين انا الاضاءه مش مظبطه، بس هو لونه احمر، يعني مش ما حرجناهاش، بس خلينا لونها لذيذ زي كده. ماشي، ننزل بكوبايتين رز. احنا حاطين زيت مع الشعريه، الزيت بتاع البصل. اديني بكرر، الزيت بتاع البصل ما يترميش. هفضل اقلب فيه لغايه ما لون الرز بتاعي يتغير. هنزل بكوبايه العدس اللي احنا بليناها في البدايه. يا بنات الرز بتاعي غير لونه بقى بالشكل ده. ماشي، كوبايتين الرز انا نسيت اقول لكم قبل ما احطه، مش فاكره قلت لكم ولا لا، بس قبل ما حطيتهم في مصفايه، فتحت عليهم الحنفيه لغايه ما تصفي النشا منهم، وصفيتهم كويس ونزلت بيهم على الشعريه. ده الرز. دي كوبايه العدس اللي احنا بليناها في اول الفيديو. هصفيها وانزل بيها. شايفين قوامها زاد ازاي؟ وانزل بيها على الرز. اول ما لون الرز يتغير نزلنا بكوبايه العدس، صفناها كويس، احنا كنا غاسلينها كويس. بس هقلبها كده واحط عليها الميه. انا كده لون الرز يا بنات، بس الكاميرا فصلت مني. الرز لونه غير، رحت نزلت بكوبايه العدس اللي احنا بلناها في اول الفيديو. ماشي، يبقى نزلنا بيها، هي الضعف حجمها كتير العدس اللي احنا بلناه في البدايه. ونزلت بيه على الرز بتاعي بعد ما لون الرز اتغير. هعمل ايه دلوقتي؟ هحط الميه، هسيبها على البوتاجاز واحط الميه هنحطها كده. كل كوبايه رز بتاخد كوبايه وربع ميه، وفي رز بياخد كوبايه ونص ميه، على حسب نوع الرز، زي الدقيق بالظبط. فاحنا هنحط ايه؟ يعني بعد ما تغطي العدس والرز كده، فوقيهم تبقى عقل الصباع، يعني كده عقل الصباع كده.
فوقيهم ميه بس، يعني نغطيه نفضل نحط ميه لغايه فوق العدس بعقل الصباع بس. او تحطي كوبايه وربع ميه، وتشوفي لو احتاج تاني حطي ربع كوبايه تاني لكل كوبايه رز. هسوي الرز بتاعي ونشوف هنعمل ايه. هنا يا بنات معايا ميه سخنه بتغلي في الحله، حطيت لها معلقتين كبار زيت من زيت التحمير البصل، وهننزل بالمكرونه. انا معايا مش هعمل غير كيس مكرونه، هعمل نص مكرونه اسباجيتي بس هكسرها علشان العيال بس يعرفوا ياكلوها. عايزين تخلوها صاحيه براحتكم. ده نص كيس، واحط نص كيس تاني من المكرونه الصغيره دي. يعني انا حطيت نص كيس مكرونه سباكيتي، وهحط نص الكيس ده المكرونه الصغيره دي بتاعت الكشري. ماشي، بس مش هعمل اكتر من كده. انتوا عايزين تزودوا الكميه زودوا، اي حاجه اللي انا عاملاها ممكن تزودوها الضعف. هسيبها على النار، هقلبها بالمعلقه وبعد كده هسيبها على النار. اول ما تستوي اصفيها واسيبها تحت الحنفيه بس كده بشويه ميه علشان النشا تروح منها علشان ما تعجنش. هوريكم خطوه بخطوه. هسيبها على النار اول ما تستوي. يا بنات المكرونه بتاعتي بعد ما عملتها هي لسه سخنه برضو. اول ما استوت رحت حطيتها في مصفايه وفتحت عليها الحنفيه لغايه ما النشا راح منها خالص. ماشي، وهبجيب كده بص مفلفله معايا عشان تبقى مفلفله، وهي لسه سخنه برضو ما بردتش خالص. هعمل ايه دلوقتي؟ اسيبها على جنب ونشوف هنعمل الصلصه بتاعت الكشري ازاي. معايا البصل يا بنات، حطيت لها بصله صغيره خالص قطعتها صغير، وهحط لها معلقتين زيت من زيت البصله اللي احنا حمرناها، وحطيت معلقه توم صغيره مفرومه ناعمه اللي عملناها فيديو قبل كده على القناه بتاعتي. هنا بعد ما التومه والبصله ادوا لون ذهبي لذيذ هنزل بكوبايتين معجون طماطم. انا مش حاطه لهم ميه، ماشي، كوبايتين معجون طماطم. هنزل بالتوابل بتاعتي، هو عباره عن ايه؟ نص معلقه كمون صغيره، معلقه كزبره صغيره، نص معلقه جوز الطيب صغيره، يعني يجي نص معلقه برضو فلفل اسود صغير، والملح على حسب الرغبه. وحطيت معلقه سكر صغيره، وحطيت معلقتين خل كبار. ماشي، وهسيبهم يتسبكوا على النار، وبعد كده هنشوف هنعمل ايه تاني معانا للكشري. هنا يا بنات الضجه التليفون فصل تاني مني، مش عارفه ماله النهارده لما الجو عندي حراره ففي السخونه بيفصل كتير، فانا فاكر الكاميرا ما شغال. عملت الضجه وعملت الشطه. الشطه عملناها ازاي؟ حطيت معلقه صغيره او معلقه كبيره على حسب ما انتوا بتحبوا الشطه، هرس الشطه معلقه كبيره، ومعلقه زيت كبيره، وحطيت معجون طماطم يعني معلقتين كبار معجون طماطم، ومعلقه صغيره بابريكا بس، وظبط الملح براحتك. دي الشطه. بنخفها بشويه ميه يا بنات عشان تبقى خفيفه. عايزاها تقيله خليها تقيله. هنا الدقه بتاعتنا عباره عن ايه؟ عباره عن نص كوبايه ميه. انا كله ده عاملاها على البارد، في ناس بتعمله على السخن، بتعمل التوم على السخن. انا مش بحب التوم السخن بتعمل حرجات، فالدقه لما تعمليها على البارد احسن. يعني 3 فصوص توم مدقوقين ناعم، حطيت لهم نص كوبايه ميه، حطيت لهم فلفل حار ده اختياري مفروم برضو من هرس الشطه، وحطيت ربع كوبايه خل، وحطيت ملح على حسب ما انتوا تحبوا تظبطوا الملح براحتكم، رشه ملح، رشه فلفل اسود صغيره، رشه كمون، رشه كزبره بس. مش بعمل اي حاجه تاني كده. الدقه بتاعتنا جاهزه والشطه جاهزه والصلصه بتستوي على النار، وهنقدم احلى طبق كشري النهارده. الفيديو طويل بس يستاهل بجد يا بنات. حطينا المكرونه يا بنات، وهنزل بالرز والعدس والشعريه مع بعض، احنا سويناهم مع بعض. انا عامله طبق جامبو كبير. كده ننزل بالصلصه، حطوا الكميه اللي انتوا حابينها.
كده ننزل بالحمص بتاعنا. تحطوا برضو الكميه اللي انتوا عايزينها، كتير قليل ده حاجه ترجع لكم انتوا. انا حاطه كتير عشان الطبق كبير. انزل بالبصله بتاعتنا اللذيذه. بصوا البصله خطيره خطيره بجد البصله يا بنات. بصوا شكلها تحفه، احلى طبق كشري. نزين الطبق بتاعنا بالعيش المجرمش. سامعين؟ فظيع. نعمل شويه حركات كده. بس شكل الطبق بتاعنا خطير، يستاهل التعب. اتمنى جربوا، اتمنى تشتركوا في قناتي على اليوتيوب، واتمنى كنت خفيف عليكم وكنت فيديكم حاجه بسيطه. احلى طبق كشري بجد، كشري المصري اللذيذ بتاعنا خطير. ويا حبايبي نسيت اقول لكم في الصلصه انا حاطه هريس الشطه يا بنات، مش عارفه قلتها ولا لا. اشتركوا في القناه عشان القناه تكبر بيكم. باي يا حبايبي.